لاعبين تحولوا إلى وحوش بعد انتقالهم إلى ريال مدريد. اللاعب 4 إدواردو كامافينجا. قبل ريال مدريد كان كامافينجا ضعيف جدا، وكانت القوة البدنية والجسمانية ضعيفة. وبعد انتقال كامافينجا إلى ريال مدريد أصبح وحش، والقوة الجسمانية والبدنية قوية، وجسمه خارق. اللاعب الثالث سيرجيو راموس. عندما كان راموس في إشبيلية كان نحيف واللياقة البدنية ضعيفا، ربما لأنه كان يلعب ظهير أيمن. وعندما انتقل إلى ريال مدريد كان يلعب كمدافع، فتحول جسمه وأصبح جسمه واللياقة البدنية خرافية. اللاعب الثاني جاريث بيل. كان جاريث بيل في توتنهام وكان نحيفا أيضا، ولكن بعد انتقاله إلى ريال مدريد تحول جسمه وأصبح من أسرع اللاعبين في العالم. اللاعب الأول كريستيانو رونالدو. كان رونالدو أفضل وأقوى موهبة قبل التحاقه في ريال مدريد، ولكن كانت مشكلته الوحيدة كان أن جسمه سيء ولياقته البدنية ضعيفة. وبعد انتقاله إلى ريال مدريد تحول جسمه تماما وأصبح يشبه لاعبي كمال الأجسام، وصار أفضل لاعب في كرة القدم. وبعد انتقاله إلى ريال مدريد حقق الكثير من الجوائز والبطولات. حسنا، هذه نهاية الفيديو. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات، ومع السلامة.